السلام عليكم احبتي الكرام، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتسمعوا القصه جديده في قناتكم اسمع قصتي. كما العاده مرحبا بكم كلكم، واللي جديد على القناه حتى هو مرحبا به. خوتي وخواتاتي ما تبخلوش عليا بداك جيم والاشتراك، والقناه بارطاجيوها مع صحابكم باش نعموا الفائده، ودعموني حتى انا باش نبقى نجيب لكم الجديد كتر وكتر، وحتى انا نزيد بالمجهود ديالي. وكما كنوعدكم كل ديما قصه جديده. وقصه ديال اليوم كيعاود لنا واحد السيد. انا تخاصمت مع مرتي لسبب تافه، وصل الخلاف بيناتنا حتى قلت ليها وجودك في حياتي لا ميزه له، سواء كنتي سواء ما كنتيش عادي، وداكشي اللي كتقدري ديريه انتي حتى الا جبت خدامه ديرو حسن منك كاع. هي الصراحه كانت بنت الناس، كعات ومشات لبيت النعاس وريحت فيه، وخلات الامور كيف ما هي، ما تسوقتش ونعست. السيده لمده 4 ديال السوايع وهي ناعسه. ماما فاش كتنعس في داك الوقيته؟ انا شدتني الخلعه ومشيت بقيت كنفيق فيها باش نرجعو نتصالحو. لقيتها ماتت. بقوة داك الخلعه نتعيت على عائلتها، جاو ودرنا اللازم ودفناها ودرنا العشاء وداك الشي ديال الموت وكل شي تيعزيني، ولكن ما كنتش حاس بواحد الفرق كبير. يمكن حسيت غير بواحد شويه ديال الحزن، ولكن كنت كنبرد هاد الحزن بالعشرة ديال المده اللي دوزناها والاعوام. تنقول في خاطري يومين وننسى. رجعت للدار من بعد العزو، ولكن غير دخلت للدار حسيت بالوحده والضيق في قلبي، والدار خاويه بحال الحيوط ديال الدار اللي دفنتهم فيها. حتى الحيوط ديال داري دفنتهم معاها، باردين ومملين بزاف. ولكن قلت باش نهون على راسي الله يرحمها، كانت مو بزيطه وفين ما كان صداع كانت كديرو. تكيت فوق الناموسيه وما قلبتش وجهي للجهه اللي كتنعس فيها هي. في الصباح فقت لقيت الحال مشى على الخدمه. صراحه كنت باغي ندور باش نغوت عليها ونقول لها علاش خليتيني ناعس وما فيقتينيش للخدمه، وانا نتفكر باللي راها ماتت خلاتني وباللي ما غاديش ترجع. اذا عليا نعتمد على راسي من هنا للفوق. مشيت للخدمه، داز النهار طويل وثقيل بزاف، ولكن كانت ناقصاني حاجه، هو تعيط عليا وتقول لي جيب وجيب وجيب، خاصه داك الحاجه وخاصه داك الحاجه وخاصه داك الحاجه، وما تعطلش عليا واجي بكري. الصراحه انا كنت ملي كنشوف نمره التليفون ديالها كنت كنعيم داك التعييطه ديالها وجيب وجيب وجيب، ولكن ما عمرني رديت البال ديك ما تعطلش عليا. وهو دليل انها كتوحشني وكل نهار تتاكد عليا نجي بكري وما نتعطلش. هنا يا خوتي ساليت الخدمه، خرجت نريح مع صحابي في القهوه باش ننسى شويه، ولكن والو، عقلي كله فيه غير داك بنت الناس. ومشيت موراها للدار وقلبي تيتمنى انها تحل لي الباب ونسمع الجمله ديالها المشهوره: جيتي وجبتي كاع داكشي اللي قلت ليك ولا نسيتي نصو؟ ونجاوبها انا: راه الميكا قدامك، ما غادي تلقاي حتى شي حاجه ناقصه وانتيا كتهضري على كرشك. كنت تنشوف هاد الجمله انها سوء الاستقبال منها، ولكن دابا توحشت هاد الجمله ولو مره وحده نسمعها في الدار ولات خايبه ما فيهاش روح وبارده اكثر من القبر اللي هي فيه، وممله لدرجه دقيقه كدوز ليا بحال العام بحال الشهر، مع العلم انها الدار ولات خاويه ما فيهاش الروح. كنا كنبقاو ندابزو انا وياها على التليكوموند، نريحو نتفرجو بجوج ونوض نتفرج في البيت الاخر حيت هي راه ما بغاتش تعطيني التليكوموند وتجي وتقول لي نوض اجي تفرج، ما تبقاش بوحدك تما. كنلعب انا وياها البلاي وتربحني ونرجعو نلعبو الرامي، ما كنت مخصصها من والو، تتعاملني بحال شي وليد صغير. كنت ملي كنغلبها في الرامي كنقولها وسيري حتى تعلمي عاد اجي لعبي معايا. انا الصراحه كنت اناني بزاف
ومهمل في حقها النهار كامل وهي في الكوزينه، ومنين تجي ترتاح ما نخليهاش تتفرج في داك الشيء اللي بغات، وهي النهار كامل وهي بوحدها في الدار. زاد الامر صعوبه من فوق الصعوبه، ملي مرضت توحشت تجي تريح حدايا وتهتم بيا وتعتني بيا باش نوض من بلاصتي، وتجيب لي الدواء في الوقت وتخاصم معايا باش ناكل الدواء وباش ناكل مزيان وما نشربش الدواء على المعده اللي خاويه. بكيت بزاف لدرجه ما عمرني بكيت بديك الطريقه، وكنقول الله يرحمها قد ما انا ظلمتها، الله يرحمها قد ما انا ظلمتها وبقيت هكا، الله يرحمها قد ما داني النعاس حتى فيقني غير التليفون تيصوني. نط ولكن انا ماشي في بلاصتي، والدار مقاده وما مروناش، والتلفازه خدامه. اذا كنت نحلم هادشي ما وقعش، نط نجري البيت النعاس لقيتها ناعسه والمخده فازقه بالدموع. قربت ليها فيقتها وانا فرحان، بقيت كنعنق فيها وكنقول ليها سمحي لي الله يخليك. صراحة هي ما فاهمة والو ومصدومة ومخلوعة. يمكن تتقول في راسها منين نزل عليه هاد الوحي. شفت فيها مزيان وقلت لها سمحي لي، راكي عارفاني عصبي وملي تنتعصب ما تنعرفش اشنو تنقول، انتي الصراحة نكارة ومبرزيطة. بقات كتضحك، ولكن حتى حياتي بلا بيك ما عندهاش طعم ولا لون ولا حتى رائحة ولا حتى هدف. خوتي، هاد القصة انا قلتها لكم بهاد الطريقة للعبرة. للاسف بزاف منا ما تيحسوش بالقيمة ديال الناس اللي حداهم ولا الحباب ديالهم اللي في حياتهم حتى كيفقدوهم، وديك الساعة فات الفوت. لذلك حاولوا تجبدوا الأسرة ديالكم والمحبة والأخوة بيناتكم والروابط العائلية بيناتنا وحسن المعاشرة والكلمة الطيبة. تا حاجة ما دايمة في هاد الدنيا. هادشي كامل كان حلم يمكن يوقع ليا انت بصح مع امك ولا باك ولا خوك ولا اختك ولا مرتك ولا وديك الساعة نقطة الرجوع فات الوقت، واللي مشى مستحيل يرجع. بغيت نقول لكم اخوتي فيقوا قبل ما يفوت داك الوقت، وقبل ما يفوت داك الوقت. وهنا تسالت القصة ديالي. السلام عليكم خوتي، انا جيت نشارك معكم هذه القصه حيت عجبتني وفيها عبره زوينه. واخا هي في الاول كانت كتبان حقيقه، حتى انا بنت لي حقيقه ومشيت مع التتبع ديال القصه حتى التالي عاد عرفت بلي انها قصه وهميه فقط، ولهذا قررت انني نشاركها معكم. وشكرا بزاف والى اللقاء.